بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، أفضل شيء الأمن والأمان، أفضل شيء. دايما الأبهات بتاعت زمان كده ما تنامش إلا لما تطمن على عيالها. كل العيال جات يقول لك اقفل البوابة يا ابني، خلاص ينام وتبقى دماغه متظبطة وما شاء الله مية مية. طب يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، الأحداث اللي احنا فيها ديت، المشاكل اللي احنا فيها ديت، موضوع غزو غزة والناس اللي عمالة تموت فيها والأحداث اللي بتحصل دي، شفت الأمان اللي احنا عايشين فيه هم عايشين في ايه؟ يعني شفتوا المشكلة بتاعتنا عاملة ازاي؟ حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات أو من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه، تاني حاجة عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طب هل اخواتنا اللي هناك هل هم عايشين في امان دلوقتي؟ او هم لما بيصبحوا الصبح بيلاقوا نفسهم في امان؟ الرسول ما قالش من امسى امنا في سربه، قال لا، من اصبح. وكأن الليل دوت هو بتاع الستر وهو بتاع الامان. يعني لو واحد عنده 3-4 عيال وحصل ضرب بالليل في الظلام، يروح بيهم فين؟ يمشي بيهم فين؟ يعمل ايه؟ مش عارف يعمل حاجة. طب لو حصل بالنهار دي هيستخبى تحت شجرة، تحت اي حاجة، في اي حتة. لكن شوفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى، كلام موجز، كلام فيه يعني كلام ما فيش زي كده، ما فيش حد يعرف يجيب كلام زي ده، اللي هو من أصبح آمنا في سربه. تاني حاجة آمن في سربه، معافى في بدنه، لأن العافية مهمة جدا، الصحة مهمة. تالت حاجة بقى عنده قوت يومه. يا سلام، اللي عنده الأمان وعنده الصحة وعنده الطعام بتاعه، ده آمنا في سربه. طب أهل غزة الآن هل هم آمنين؟ طب هل هم في صحة دلوقتي؟ طب هل هم عندهم قوت يومهم؟ أهو المية مقطوعة عنهم، والغاز مقطوع عنهم، والكهرباء مقطوعة عنهم. يا حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمين لازم يرفعوا ايديهم ويسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن أهل غزة. لازم أي مسلم يسمع بهذا الأمر يرفع ايديه ويدعي لأهل غزة إن ربنا يرفع عنهم البلاء، ونسأل الله لهم سبحانه وتعالى أن يصبحوا آمنين في سربهم. أول حاجة يكون آمنا في سربه، تاني حاجة يكون معافين في أبدانهم يا رب العالمين، وعندهم قوت يومهم يا أرحم الراحمين. ندعو لهم بالأمان وبالصحة والعافية، وأن يكون عندهم طعامهم وشرابهم. هو ده الأمان يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي لهم حوائجهم. اللهم اقضي لهم حوائجهم، اللهم اقضي لهم حوائجهم، اللهم اقضي لهم حوائجهم. وصلى اللهم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.